يا سادة، امبارح جريدة المسا كانت عاملة حفل توزيع جوائز رياضية. مش دي المشكلة. المشكلة كمان كان حاضرها وزير الشباب والرياضة، وشاب بعينه اللي بيحصل وزير الشباب والرياضة، ودي فضيحة بكل المقاييس. وقطر صفر في المونديال، ولا هزيمة ولا فوز ولا تعادل، بره باي باي. والسنغال تصعد على حساب الاكوادور لدور ال16 في كأس العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، دعما لحبيبك وأخوك سوبر أهلاوي. لو أول مرة حضرتك تشوفنا أو تتابعنا، اعمل اشتراك في القناة ولايك على الفيديو. ويا سادة، جريدة المسا اللي تعدادها أو توزيعها ما يتعداش ال1000 نسخة في الأسبوع، تمام؟ طلعت عملت حفل توزيع جوائز رياضية. ادت أحمد سيد زيزو أحسن لاعب في مصر الموسم الماضي، ما نتكلمش، مفيش مشاكل. ادت فيريرا احسن مدير فني، جايز، ده واخد دوري وكاس، برضه مفيش مشاكل. ادت امير مرتضى احسن مدير كرة في مصر، بالسلامة، عادي. ادت عواد احسن حارس في مصر، يا عم كبر، عدي، تمام. ادت حازم امام احسن مشرف رياضي في مصر، كله زي بعضه، مفيش مشاكل. لكن المشكلة الكبيرة بقى والفضيحة واللي سلمها وزير الشباب والرياضة بنفسه، ألا وهي قناة الزمالك خدت أحسن منظومة إعلامية رياضية في مصر. والمشكلة مش على مصر بس، ده المشكلة إن قناة الزمالك شاهد عليها الوطن العربي كله، على اللي بيحصل فيها وعلى اللي بيتكلموا فيها وعلى الحاجات اللي بتعرضها قناة نادي الزمالك نفسها، والقواضي اللي على قناة نادي الزمالك، اللي رئيس نادي الزمالك بنفسه بيطلع يتكلم على قناة نادي الزمالك، بيسب ويشتم ويخوض في الأعراض، وكل يوم والتاني عليها قضية وعليها المجلس الأعلى للإعلام بيحقق في المواضيع دي كلها ومفيش نتيجة. وفي الآخر طالع مديها أحسن منظومة إعلامية في مصر. بأمارة إيه؟ طب ما احنا عاوزين نعرف بأمارة إيه؟ يا سيادة الوزير، أنت مستقصد 80 مليون أهلاوي طالع قدامهم علشان خاطر تدي منظومة الإعلام أحسن منظومة إعلام وأحسن لاعب وأحسن مدير فني كله زمالك. يا أخي طب أنت كنت ادي أي حد، لو حتى أي حاجة لأهلي، علشان حتى يقول لك إيه؟ يعني برضو في مساواة، في مساواة في تقسيم الجوائز. لكن كده مفيش خالص، ميح، لا، ما ينفعش كده. هيبقى فيها يعني 100 سؤال، ان كل حاجة. يعني احنا ما بنتكلمش على الجوائز، احنا ما قلناش حاجة على اللاعبين خالص، مش هنتكلم، ولا احسن ناشئ حسام عبد المجيد ولا اي حاجة. لكن المشكلة في احسن منظومة اعلامية هي قناة نادي الزمالك. بأمارة ايه وحضرتك طالع تديهم الجايزة؟ يا سيادة الوزير، انت اكبر من كده بكتير، وحضرتك اسمك وزير الشباب والرياضة. وقطر بلا فوز ولا تعادل في المونديال، صفر في المونديال. خدت الثلاث مباريات 3-2-2 والحمد لله، وطلعت بره. ولكن تنظيم قطر تنظيم مشرف للبطولة، بطولة مشرفة. التنظيم الواحد يفخر به بجد بجد، رغم ان كل الجماهير الأوروبية والأمريكية والعربية بتشكر قطر، واحنا من هنا بنشكر قطر. والسنغال بعبع أفريقيا الجديد صعد لدور ال16 بعد ما فاز على الإكوادور 2-1، تاني المجموعة بعد هولندا. وألف ألف مبروك للمنتخب السنغالي. خلينا نكون حقانيين، لأن إحنا لعبنا السنغال في كأس أفريقيا في النهائي، ما عملناش حاجة وما تعلمناش. رحنا لعبناهم في الملحق بتاع تصفيات كأس العالم، برضو ما عملناش حاجة. هل لو احنا صعدنا كنا هنصعد لدور ال16 زي السنغال ما صعدت؟ ده سؤال يا ريت تجاوبونا عليه، واللي عاوز يعلق يعلق. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.